السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. اليوم عندنا وصفة حلو اقتصادي، وهو حلا البطاطا أو البطاطا الحلوة بالبشاميل. إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش دعم القناة باللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني اسم قناتي مطبخ رسيس يشترك في القناة ويفعل الجرس. عند وصفة الحلو عندي بطاطا حلوة، قرضتها بالشكل هذا، قشرتها وقرضتها. عندي كوب سكر نحط عليها. بعد ما حطيت الكوب السكر، عبيت الطنجرة مية، ما عبيتهاش كلها، ونغطيها ونحطها على النار أو على الغاز لين تطيب معي البطاطا تنطبخ. تو عندي الطبقة الثانية نتاع فوق البطاطا. 3 أكواب دقيق، بندير البشاميل 3 أكواب دقيق. 3 ملاعق كبيرة سكر. 3 ملاعق كبيرة دقيق. نحط المقادير كلهن على البارد مع بعضها. ملعقة كبيرة فانيليا أو ظرف فانيليا. قشطة، علبة قشطة أو كريمة طبخ المتوفرة عندكم. تو نحركنا على البارد وبعدين نولع عليه النار. تو حركتهن هيك، ولعت عليه الغاز. المقادير البشاميل 3 أكواب تاعت المية، 3 أكواب حليب، 3 ملاعق كبيرة دقيق، 3 ملاعق كبيرة سكر، فانيليا ملعقة كبيرة، علبة قشطة، ونحركهن على البارد وبعدين نولع عليهن النار. تو هذه البطاطا الحلوة بعد ما طبخناها وصفيناها. المية نطبخها، ما حطيناش واجد المية، حطينا شوية. نبدأ نهرسها بالشكل هذا. تو بعد ما هرسناه بالشكل هذا، هذا قوام البشاميل اللي طيبناه. تو ناخذ منه شوية نحطه مع البطاطا. نحركه. بس تشرب البطاطا ما تقعدش جافة. تو بعد ما فردناها بالشكل هذا، نحط عليها الطبقة الثانية البشاميل. تو حطينا البشاميل بالشكل هذا وسويناه. تو نبدأ في الطبقة الثالثة. تو الطبقة الثالثة حطيت على الغاز حوالي 4 ملاعق زبدة، خليتها تسيح. ونحط عسل حوالي 5 ملاعق كبيرة. نبدأ نحركه، خليه لين يغلي شوية وبعدين نصبه على تو نحط الطبقة الثالثة نتاع العسل والزبدة. نحركها هكا مع طبقة البشاميل بالشكل هذا. تو نحطها في الفرن تحمر معي بس. تو طاب عندي طاجين بالشكل هذا. عندي كريمة حطيتها في الكيس تاعها. نبدأ نزين الأطراف بالشكل هذا. طبعا ما زينت الأطراف بالشكل هذا. عندي جلاش صبيت عليه زبدة وحمرته في الكوشة، وهذا طبعا اختياري. تقدروا تقدموها بالشكل هذا بعد ما تحمر وتبرد، تقدموها عادي بدون زينة. لو عندي شوش الورد او الورد المحمد، نحط عليه الكريمة بالشكل هذا. وطبعا الزينة كيف ما قلنا اختياري. انا عندي فستق مجروش بالشكل هذا، نحط
الشكل هذا شكل النهائي بعد ما زيناها. وطبعا زي ما قلنا الزينة اختياري. ان شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. وتوا حنوريكم شكلها من الداخل. وهي تقدروا تقدموها ساخنة او باردة، انا خليتها تبرد الاول. هذا شكلها. ان شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. بالصحة.